السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل معانا البلانر بتاع 2019. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اتمنى ان الفيديو يعني ينزل لكم في الوقت المناسب وما تأخرش عليكم ابدا. آم، دوت يعني دفتر صغير او بلانر صغير. شكله عامل كده من جوه، ورقه طبعا صغير جدا. طب انا عملت ايه عشان اقدر احط فيه واكتب فيه وقت؟ انا حطيت فيه البوليت جورنال بتاعت سبيس. تمام، قصيتهم بالشكل ده، ولسه كمان هعدل فيهم القص اكتر من كده عشان يبقوا مظبوطين عن كده. تمام. وده الورق الاصلي بتاعه. طبعا الورق الاصلي دوت احنا محتاجينه ومش هتخلى عنه. وهسيبه وهبدأ ان انا ازين عليه واظبط وقتي عليه. طيب، كل اللي انا هبدأ ان انا اعمله ان انا هشوف المقاسات ديت، وابدأ ان انا اقصها بالمقص، واخلص الجزئية دي منه، لان الجزئية دي مهمة جدا ان انا لازم اخلصها. هخلص الجزئية دي وهرجع لكم تاني على طول. طب انا ما بحبش اشتغل في حاجة وانا مش عارفة نهايتها ايه او اولها ايه، فلازم الاول اكتب قائمة بالحاجات اللي انا عايزة اعملها في البلانر دوت، بما ان هو حجمه صغير، وانا اساسا عندي بلانر كبير وريتكم قبل كده. طيب، وهوريه لكم تاني ان شاء الله الفتره الجايه. قائمه الافكار ان انا حطيت 7 حاجات هعملها هنا. اول حاجه قائمه المهام، يعني الدور ليست بتاعتي هتبقى هنا اهو. قائمه السعرات الحراريه، وتتبع شرب الميه، وتتبع المزاج، وطبعا تتبع النوم، وتتبع الرياضه برضو ان شاء الله يكونوا هنا. وكمان جدول اليومي او الروتين اليومي اللي لازم كل يوم بعمله، او انا هعمله بعدد، يعني بعدد ايام الاسبوع، كل يوم في الاسبوع هيبقى ليه حاجه مختلفه. كل دوت انا هسطره معاكم وهنشوف كل واحد. وهنخلص لما كل ما نخلص كل واحد فيهم هنعمل عليه علامات صح. طيب، انا هنا محتاجة، مفروض يعني قائمة المهام ديت انا هسيبها عادي، هتبقى في كل يوم كده. بس انا عايزة اقسم اليوم، يعني انا هوريكم. ده مثلا شكل اليوم عندي، يعني دي ورقة اليوم. طب اليوم دوت انا هسيبه كده واقعد اكتب بقى 1 2 3 كل حاجة انا هكتب؟ لا، مش هعمل كده. انا هقسم اليوم. ثواني. هقسم اليوم بالواشي تيب، بس الواشي تيب دوت اجيب اللي هو الواشي تيب المطول. تمام. وهبدأ ان انا اقسم اليوم بالواشي تيب على 4 مراحل او على 6 مراحل، زي ما انا حابة وزي ما انا عاوزة. تمام كده. عايزة اوريكم بس ليه انا هعمل كده، عشان يومي يبقى انا عارفة انا هعمل فيه ايه. هعمل في الوقت دوت ايه، وفي الوقت دوت ايه، وفي الوقت ده ايه. ما يبقاش اليوم عندي عبارة عن قائمة مهام كلها سايحة ببعضها. تمام كده. اهو. ده حلو قوي، وتقدر ليه على شهر واحد. تمام. هعمله كده بس. تمام كده. هعمل ايه كمان؟ يعني مثلا هعمل هنا فترة مثلا اللي هو بعد الفجر مثلا. تمام. وهنا بعد الظهر، وهنا بعد العصر، وهنا بعد العشاء. ليه بعد العشاء؟ تمام. عشان انا الفتره ما بين الظهر والعصر فتره قليله، ممكن اخد فيها بريك، ممكن اعمل فيها حاجه تانية. فهو شكل اليوم بتاعي هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وانا هكتب هنا كده من تحت ان دوت اليوم كده قائمه مهام اليوم بقت عندي بالشكل دوت كده. تمام. هنا كده يا بنات، هنا كده انا هكتب هنا التاريخ، وهنا اسم اليوم ايه، يعني اليوم ده سواء هو يوم ايه، وهنا كمان تاريخ. هنا كده في حاجة حلوة قوي، ان انا ممكن اشوف ده يوم ايه فيهم معلم عليه،
وهنا كمان الطقس، فدي حاجة حلوة وانا هكتبها. ده كده بالنسبة لقائمة المهام فانا عملتها. قائمة السعرات الحرارية انا ما شفتلهاش لسه حاجات على النت او حاجة شبيهة ليها، بس هنفكر مع بعض ان احنا نعمل لها حاجة برضو. تمام، هجيب برضو ورقة. هنا بقى يا بنات انا همسك القلم وهسطر بالقلم، مش هسطر او مش هعمل تقسيمة بيها. تمام، انا هنا كده هسطر التسطيرة دي. تمام، بمعنى ايه التسطيرة دي؟ بمعنى ان هنا النوع، سوري، هنا السعرة او السعرات، وهنا نوع طعام. تمام، هبحث بقى على النت اشوف الاكل اللي انا باكله ايه هو، واحط السعرات الحراريه جنبه. اعمل كده حاجه بسيطه من الواتش تيب، بحيث ان انا يبقى عندي شكله حلو ولذيذ. تمام، عايزاكم بس تحس يعني انا بعمل لكم كده وبلزق معاكم الواتش تيب او بزينه، عشان بس اعرفكم ان الموضوع سهل مش صعب خالص. يعني انت تكتبي وتزيني مش صعب خالص. دي كانت تاني ورقة، قائمة السعرات. هنا برضو هنقول لها باي باي. قائمة اللي هو تتبع شرب المية، ده انا هعملها بالاسبوع. تمام، فتعالوا بينا نقول لكم هنعملها ازاي. قائمة تتبع الماء انا عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، او شرب المية. انا عملتها كده مبدئيا ان هو ده ايام الاسبوع، واول يوم في السنة يوم الثلاث. عملته كده قلوب، او عملتها دوائر يعني عشوائية، او عملتها نجوم، او حتى ورد. واول ما بخلص مثلا كوباية معينة بشخبط فيها كده، او بعمل عليها صح كده ايا كانت. فدي كده كانت تالت قائمة احنا قدرنا ان احنا نعملها سوا. بالنسبة للتزيين هزينها برضو معاكم. تمام، اسفة لو الفيديو هيطول شوية، بس انا حابة ان التفاصيل توصل لكم. انا عايزة كده، انا عايزة كل التفاصيل توصل لكم، عشان تبقى الموضوع سهل وبسيط خالص، وما تحسوش ان فيها حاجة صعبة، وان تنظيم الوقت دوت حاجة من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك. تتبع المزاج انا عملتها بالشكل ده، هما زي 16 يوم، يعني مش كتير. فبس انا هكمل على كده، و12 شهر، يعني شهر واحد كده كله على بعضه، وهكذا. في ورقة تانية انا هعملها بالشكل دوت عشان اكمل الشهر كله، اعمل يعني 16 يوم الباقيين او ال15 يوم الباقيين. برضو هيبقى بالشكل ده. عملتها كده برضو بالالوان باينة قدامكم اهي. فدي كده كانت رابع حاجة. تتبع النوم بقى فكرة عجبتني قوي، واول مرة انفذها، وبرضه هنفذها معاكم. قائمة تتبع النوم انا عاملها بالشهر، يعني ده مثلا شهر يناير. تمام، فانا هعملها بالشهر زي ما انتوا شايفينه كده. تمام، انا كتبت كده تواريخ الشهر او تاريخ الشهر كله. كتبت كمان ان انا لو صحيت بدري هلون باللون ده، ولو صحيت متاخر هلون باللون دوت. انا عملت كده لان دوت يوم الجمعه، يعني انا عملت بالهايلايت على اليوم الجمعه عشان عايزه اعلمه لحاجه يعني عندي. تمام، فدي كده كانت قائمه تتبع النوم. كانت خامس حاجه. سادس حاجة الرياضة والجدول اليومي. الرياضة يا بنات احنا انا عاملاها كده كده اهي. تتبع الرياضة اهو، انا كنت واخداها من سبيس زي ما قلت لكم. لكن انا هعمل لها تتبع رياضة تاني. يعني انا هنا مثلا عندي التمارين اللي ممكن اشتغل عليها، وهحط لها ورق هنا وراها بالظبط من الورق دوت. تمام، هقول لكم دلوقتي ازاي هتتبع الرياضة. اهواي بنات تتبع الرياضه اللي انا عملته. انا عملت برضو الكالندر بتاعت الشهر، وعملت هنا عملت رياضه اليوم ولم اعمل رياضه اليوم. برضو لو انتم كل واحد فيهم بلون مختلف، على اساس ان انا لو عملت مثلا رياضه يوم واحد، فانا هلون يوم واحد بالشكل دوت. فدي كده اللي هو تتبع رياضه. ودي كده كانت سادس قائمه معانا. اخر قائمه اللي هو الجدول اليومي. يلا بينا نشوف هنعمل فيه ايه.
الجدول اليومي او الروتين الاسبوعي يا بنات، انا عملته بالشكل دوت. طب ايه اللي انت عملتيه؟ اللي انا عملته ان انا كل يوم، يعني يوم التلات هعمل حاجة في الأسبوع، هقرا، عندي رياضة. يوم الأربع عندي مكالمة واحدة صاحبتي. يوم الخميس عندي تصوير فيديو مثلا. يوم الجمعة هعمل الرسائل الأسبوعية اللي هي التحفيزية، كل أسبوع رسائل تحفيزية مختلفة. يوم السبت مثلا هبدأ ان انا امسك البلانر بتاعي واعيد عليه من الاول تاني، اشوف ايه اللي ناقص وايه اللي بجهزه للاسبوع اللي بعده. ويوم الحد مثلا عندي مشوار، يوم الاثنين مش عارفه عندي ايه. يعني مثلا انا هعمله بالشكل دوت. واستنوا فيديو تفصيلي جدا ازاي تعرفي تعملي نفسك روتين اسبوعي، وازاي تعرفي تعملي ازاي عادة القراءة وعادة الرياضة والعادات دي كلها. استنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير. واحنا كده خلصنا القائمة بتاعتنا. كده اقدر اوريهولكم من جوه بعد ما هو شبه خلص. ده كده يبقى الجزء الاول. طبعا كل الحاجات دي انا هملاها من النهارده. تمام اهو كالندر اهي اللي هي بتاعت الرياضه حطيتها قبل التمرينات. شكلهم بقى عامل كده. عايزه اقولكم اكتر اهو. هنا مثلا اللي هو بعد كده هعمله بالشكل ده كتير يعني. وهنا تتبع الماء، وهنا السعرات الحرارية، وهنا المزاج طبعا او المود. تتبع الروتين الاسبوعي. وبس كده. ده طبعا ان شاء الله هنبقى نكمله مع بعض كل اسبوع كده، نعمل مع بعض هنعمل ايه في البلانر بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ان شاء الله. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. استنوني فيديوهات كتيره جدا لتنظيم الوقت والعادات والرياضه وكل حاجه المفروض تتنظم في حياتنا. ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي الدعاء طبعا، وتشتركوا في القناة تحت الفيديو، وتضغطوا على الجرس اللي هيوصل لكم او اللي هيظهر لكم بعد ما تضغطوا على كلمة اشتراك او السبسكرايب. وتشيروا الفيديو لكل اصحابكم. يلا باي باي.